ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا دلوقتي جايبه لكم، قلت اخدكم معايا في احلى جوله اصلا انا بقضيها في نادي التنميه. يعني النادي قريب لقلبي اصلا، بروحه من زمان، من وانا لسه يا جماعه في ابتدائي. انتوا متخيلين؟ النادي ده بقاله كتير قوي، بس حرفيا النادي الوحيد اللي انا برتاح فيه. انا روحت نوادي كتير قوي، كتير قوي كمان، بس ده اقرب نادي لقلبي بجد. بصوا، ده طبعا دخلت النادي، اول ما تخشي النادي هتلاقي قاعة. انا بقالي كتير قوي ما روحتش وكده، بسبب ان انا كنت بمتحن ودراستي ومش عارفه ايه، فما كنتش بروح. فروحت لقيت هناك قاعة، والجو بقى حلو قوي، والديتيلز بتاعته اتغيرت حرفيا 180 درجة. دي اختي وماما. الفيديو سوري يا جماعه. النادي بقى بجد حلو قوي، وغيروا فيه حاجات كتير. بقى من جوه طبعا فيه قاعة، وبقى فيه من جوه العاب ومش عارفه ايه، بقى حلو قوي يعني، فاهمين يعني بقى. والتذكرة اصلا، عارفين انتوا اللي هو ايه، ازاي تقدر تبسط نفسك ب10 جنيه؟ هو كده التذكرة ب10 جنيه. انتوا متخيلين النادي ده كله اصلا ب10 جنيه؟ احنا امبارح رحنا، كلنا وشربنا وقعدنا وهيصنا وفرحنا. وكان في هناك طبعا، كان في فرح في القاعة، فكنا بقى ايه، القاعة طبعا، واحنا قاعدين ورا في ظهر القاعة على طول. فالصوت كان طبعا عامل في النادي كله، فبجد الناس بقى، كان في ناس عمالة ترقص بره، والجو بتاعه حلو قوي حرفيا، يعني تحفة قوي. اتبسطت ب10 جنيه بس. وطبعا في جوه طبعا العاب، لو انت معاكي اطفال وكده، تلاقي جوه العاب، وفي اكل، وفي فشار، وفي كل حاجة جوه. في طبعا بسين، بس البسين من اول الساعة 11 على ما اعتقد لحد الساعة 3. بس بعد كده البسين بيقف، الاشتراك بس هو اللي موجود. بصوا، دي طلعت البسين، وفي طبعا قدام بسين، وفي طبعا واحد بتاع اكل، وفي فرغالي درينك. طبعا اكيد طبعا عارفين فرغالي اللي هو غني عن التعريف. وبالليل النادي بيبقى تحفة، يعني بالليل الانوار كلها طبعا بتقيد، وبيبقى حلو قوي. اهو ده فرغالي درينك. انا طبعا فرغالي ما كانش موجود، ولا كان فيه بتاع الاندومي وعربية زلابية وعربية اندومي وبتاع العصير، وتحسوا ان انتوا اصلا في شارع مش في نادي. كل حاجة جوه موجودة، كل حاجة حرفيا موجودة. النادي بيدخلك بمية، بيدخلك بفاكهة، بيدخلك بعصير انتي عاملاه، بس لكن اكل ان انتي تاخديه معاكي لا، مش بيدخلك باكل. طبعا ده انا اهو، ماما كانت ورايا، كنت عمالة بقى ايه، قلت اخد برضو يعني عشان ابين لكم في الفيديو. بس انا اصلا متضايقه ان انا رايحه الصبح، ان انا مبحبش اصلا ان انا اروح نادي الصبح، بحب بالليل، فاهمين. ودي طبعا الصاله بتاعه التنس. بصوا يا جماعه، العنوان بتاعه شارع الملف، جنب قاعه الدار الملكيه، جنب البنك بالظبط. لو انت جايه من مسترود، جايه من مؤسسه، جايه من الشارع الجديد، جايه اي حته عامه، من اي اتجاه عامه، انت بتنزلي الملف. لان طبعا مفيش عربيه، لو انت جايبه عربيه مفيش عربيه بتخش جوه. ولو انت جايب توك توك، هتقولي له نادي التنميه، اللي هو جنب الدار الملكيه بالظبط، وجنب البنك. هو جنبه بنك، وجنبه الدار الملكيه اللي هي القاعه. بصوا بقى وفي طبعا جوه نادي اللي هو بيلعبوا فيه وكده كوره. يا جماعه النادي حلو قوي، وكل حاجه فيه يعني. انتي بصي، انتي هتخشي جوه، هتخشي ب10 جنيه، كل اللي انتي بتحلمي بيه جوه هتلاقيه حرفيا يعني. والاكل جوه مش غالي، والاسعار جوه مش غاليه يعني، زي بره بالظبط. مثلا الفرق 2 جنيه 3 جنيه بس. او بس النادي كل حاجه جوه طبعا، صاله التنس، وصاله البينج بونج، والكونغ فو، كل حاجه موجوده جوه، عايز تلعبيها هتلاقيها. بصوا، انا مش عارفه عماله اظهر لكم، بس قلت بقى ايه، اخد يعني صوره فيه، يعني اعمل لكم فيديو فيه. وبس كده الفيديو خلص، واشوفكم على خير.